مستر بيست نزل الفيديو اللي هو صوره في الاهرامات لما جه مصر شهر 12 اللي فات، وقضى حوالي 100 ساعه في الاهرامات. الفيديو حقق اكتر من 62 مليون مشاهده في اول 24 ساعه بس. الفيديو الحقيقه معمول بجوده تصوير عاليه جدا، تصوير رائع، واخدين اشكال ومناظر بانوراميه في منتهى الروعه. ده غير طبعا ان هو دخل اماكن المفروض ان مفيش حد كتير بيروحها، او الاماكن دي مش بتتصور، فده برده كان ميزه ان احنا نشوف الاماكن دي. الفيديو طبعا هيجيب تاثير ايجابي جدا للسياحه، لان هو معمول بطريقه مبهره وتصوير رائع جدا. لكن هقول لكم على اهم الملاحظات اللي لفتت انتباهي. اثناء وجودهم هناك في ال 100 ساعه اللي هم كانوا قاعدينهم، كانوا قاعدين في المخيمات دي اللي هي قصاد الاهرامات، وكانوا بيصوروا في اوقات غير اوقات العمل الرسميه. لكن جميع المناطق اللي هم زاروها سواء داخل الاهرامات او في المعابد اللي بجوار الاهرامات كان مرافقهم مرشد من وزاره الاثار. يعني ما كانوش المفروض ان هو بيخش الاماكن دي لوحدهم، او ده اللي ظهر لنا، لان في اماكن خطر اصلا الواحد يخشها لوحده، او حتى لو حد دخلها ممكن يتوه. المهم انه في مقدمه الفيديو مستر بيست قال ان الاهرامات دي بيقال انها اتبنت قبل الحضاره المصريه اصلا ما تيجي، يعني ملهاش علاقه بالحضاره المصريه، او ان بناها الكائنات الفضائيه. كلمه الكائنات الفضائيه دي فضل يرددها على مدار الفيديو، ومفيش مرشد راح معاه الا ما كان بيساله السؤال ده: هل الاهرامات بناها الكائنات الفضائيه؟ انا مش عارفه بصراحه ايه الغرض. انت مثلا جاي تثبت حاجه معينه، عايز تثبت فكره معينه للناس اللي بتتابعك. حتى على الانستجرام في البوست الدعائي ليه انا عملت اعظم فيديو تاريخي في حياتي، تعالوا بقى هنشوف هل الاهرامات دي بناها الفضائيين ولا لا. مع العلم ان ايلون ماسك برضو كان بيروج للفكره دي. بعد كده رجع يقول ان علماء المصريات بياكدوا ان اللي بناها المصريين القدماء كمقابر لملوكهم. يعني هي لا بناها الفضائيين ولا اتبنت كمقابر للملوك زي برضو ما بيتم الترويج ليه. اول هرم دخلوا هو هرم خفرع اللي هو في النص، والمرشد اللي معاه حتى قال له هرم خفرع ده ادانا صوره الشكل اللي كان عليه الاهرامات زمان، اللي هي الطبقه البيضاء المكسو بيها الهرم من الخارج دي، كانت بتحيط بجميع الاهرامات، لكن انها اتهدمت بعد كده فعل عوامل التعريه وكده، فالمفروض ان شكل الاهرامات كلها تكون مكسوه بالطبقه البيضاء دي. داخل الهرم نفسه فيما يطلق عليه بحجره الملك امضاء من بلزوني الايطالي، اللي هو ده على حسب ما يدعيه ان هو اول واحد دخل الهرم، لان بوابه الهرم ساعتها كانت مردومه تحت الارض، فهو عارف يتوصل للمدخل وخلى العمال يحفروا لحد ما عرف يخش، وساعتها وقع بان هو دخل الهرم سنه 1818. وللعلم برضو فان هرم خفرع مبني قبل الهرم الكبير اللي هو الهرم الاكبر. هرم خفرع كان بيطلق عليه الهرم العظيم، وساعتها ما كانش فيه هرم اعظم منه، بعد كده بقى بنى الهرم الاكبر فاخذ منه اللقب ده. بعد كده دخلوا عمود اوزوريس جنب الاهرامات، وهو مكان يعتبر ما حدش بيخشه خالص، ان هو مكان عميق جدا وخطر جدا ان حد يخشه. النزول جواه بيكون عن طريق سلالم واقفه بالشكل ده كده، بيكون النزول فيه بمنتهى الخطوره. يعني حتى ما نزلوا تحت لقوا رفات احد الاشخاص، تقريبا حد حب يجرب حظه للاسف وقع وسقط، جثته كانت باقيه هناك. العجيب بقى ان المكان من تحت كله في عمقه مليان ميه. العمود خاص باوزوريس او اوزير. الفكره ان اوزير هتلاقوا اكتر من مكان ليه مرتبط بالميه، زي الاوزيريون بالظبط الخاص برضه باوزير، هتلاقوا المكان مرتبط بالميه. سبحان الله، لون الميه في المكانين انا حاساهم متقاربين جدا، يعني لون الميه هنا برضو مائل للخضار، ولون الميه هناك في الاوزيريون مائل للخضار، ففي حاجه غريبه خاصه بالموضوع ده لو حد يقدر يفيدنا فيها. بعد كده رافقه مدير هضبه الجيزه، ودخل معاه هرم منقورع على عمق 30 متر تحت الارض تقريبا. دخلوا فيما يطلق عليه حجره الملك، والعجيب انها كانت حجره مزخرفه. حتى مدير هضبه الجيزه قال له ساعتها ان ما فيش اي زخرفه في اي هرم من الاسره الاولى سوى الحجره دي، وان السقف بتاعها معمول مقبب كده علشان تخفيف الحمل والوزن عليها. فسالوا مستر بيست يعني قال له هم ازاي بيتوصلوا للكلام ده، يعني على اساس ان المصريين القدماء دول كانوا متخلفين مثلا. هو طول ما للاسف بيتم ترويج ان الاهرامات دي كانت مقابر، وان المصريين القدماء كانوا بيبنوها يعني بالحجاره وبالحبال وبيشدوها، والكلام اللي بيتقال ده، يجي واحد زي ده يقول لك ازاي بنوا حاجه بالتقدم ده، وحاجه يعني مش قادر حتى يتخيل ان اللي بناها المصريين نفسهم. عمال طول الفيديو يلمح للكائنات الفضائيه، وده للاسف لاننا احنا نفسنا مش بنصحح المعلومات دي. وللاسف المسؤولين اللي المفروض يتكلموا ويصححوا المعلومات دي يقولوا ان المصريين القدماء كانوا في منتهى التقدم والعلم وبنوا حاجات يعني البشريه مش عارفه تبني زيها دلوقتي، هيتم الترويج وهيفضل يتم الترويج بالمعلومات المغلوطه دي. المهم ان مدير هضبه الجيزه ساعتها قال له اللي يبني الاهرامات يقدر يفعل اي شيء تاني. بس اعتقد الرد ده مش كفايه، لان لو اتقال ان المصريين القدماء كانوا على علم وعندهم تقدم تكنولوجي مش موجود عندنا لحد دلوقتي، هيتم قطع لسان اي حد بيحاول ينسب الحضاره المصريه القديمه او اهراماتها او مبانيها او معابدها لاي حد تاني او حضاره تانيه. حتى برضو مستر بيست كرر عليه نفس السؤال، يعني هو ما بنهاش الالينز؟ مدير هضبه الجيزه قال له احنا عندنا في مصر 124 هرم، هل بقى في كل مره نستدعي واحد من الكائنات الفضائيه عشان يجي يبني هرم؟ فده الرد اللي هو رده عليه. وبالقرب من هرم منقورع في 3 اهرامات صغيره، فبرضه لما سالوا الاهرامات دي خاصه بايه قال له دول مقابر زوجات الملك. بعد كده راح فين بقى؟ راح عند ابو الهول، واللي رافقه ساعتها دكتور زاهي حواس. فساله قال له انا قريت ان ابو الهول تحته معبد فيه كنوز وذهب، هل ده صحيح؟ فساعتها اخده تحت وقال له انا عايزك تقول لي انت شايف ايه. هو عايز يقول يعني ان مفيش حاجه تحت زي ما هما بيدعوا. المفاجاه بقى ان هما وتحت ابو الهول مستر بيست طلع قطعه ذهبيه من معاه اللي هي السوار، حاجه كده هو بينتجها يعني العاب اطفال.
وحطها تحت ابو الهول. السوارز اللي بيعملها مستر بيست اشكالها غريبه بصراحه، يعني اشكالها غريبه بالنسبه لي، فان هو يحط قطعه ذهبيه بيقول انها بقيمه 10000 دولار تحت ابو الهول، ده اكيد مش بالصدفه او مش حبا في اثرنا مثلا، هو جاي وعارف هو بيحط ايه وفين بالظبط، وكان بياكد ان محدش ياخد القطعه دي. جزء من الفريق اللي مع مستر بيست ركب هليكوبتر، وبصراحه عملوا بانوراما رائعه يعني لتصوير الاهرامات من فوق، لكن هو كان مكمل تحت. بعد كده دخلوا مقبره امري، والمرشد اللي معاهم حتى قال لهم محظور دخول المكان ده، وقال لهم ممنوع اللمس نهائي. وبصراحه المكان مبهر من جوه، محتفظ بالوانه، حاجه مبهره بجد. وامري ده كان كاهن موجود ايام الملك خوفو، وكمان تم اكتشاف مقبرته هو وابنه نفر باو بتاح، تم اكتشافهم سنه 1925. المقبره دي بقى لها اكتر من 4600 عام، وداخلها نقوش بتوصف حياه المصريين القدماء. اخر محطه لمستر بيست ان هو كان عايز يصعد على قمه الهرم الاكبر، او اعلى نقطه تم الصعود اليها في الهرم الاكبر، وعلشان يصعد لاعلى نقطه تم الوصول اليها في الهرم الاكبر نزلوا لاسفل عمق تم الوصول اليه تحت الهرم الاكبر. لو تلاحظوا ان الممرات كلها ما تكفيش ان واحد يقف بطوله كده منفرد او مفرود، يعني مستر بيست مشي تحت حوالي 91 متر زحفا على ركبتيه. هل بقى هنقول ان اللي بنى الاهرامات دول العمالقه اللي هم بيقولوا قوم عاد والكلام الفاضي اللي بيتقال برضو ده؟ كويس ان تم تصوير المناظر دي، علشان ده بياكد لنا ان مفيش حد بنى الاهرامات غير اجدادنا المصريين القدماء، محدش تاني دخيل بناها. مش معقول ان قوم عمالقه مثلا هيبنوا الاهرامات دي بالمداخل اللي حتى محدش يقدر بالطول العادي بتاعنا ده يقف فيها، لحد ما وصلوا في الاخر لاكتر نقطه عميقه في تحت الهرم الاكبر اللي هي بيقال عليها انها غرفه خداعيه. هل هيعقل مثلا ان هم المصريين القدماء هيعملوا حاجه للتمكن ده وبالاحجار الصلبه قمه الصلابه والمتانه عشان في الاخر تبقى غرفه خداعيه؟ لما يتحط مثلا حجر 100 طن ولا 200 طن جرانيتي من كتله واحده صلبه ويتحط في مكان زي ده، اكيد كان ليه غرض، مش مجرد انها مقبره مثلا او حاجه خداعيه يعني. ده غير ان ما تمش العثور على جثمان ولا ملك في اي هرم تم اكتشافه، ده لدرجه ان في احد الاهرامات بعيدا عن اهرامات الجيزه تم اكتشاف تابوت فيه، والتابوت ده كان لم يتم فتحه بعد، التابوت ده فتحوه لقوه ما فيهوش اي جثه، تخيلوا. اخر حاجه بقى ابتدوا ان هم يصعدوا لقمه الهرم او لاعلى قمه تم الوصول اليها في الهرم من الداخل مش من الخارج، وما شاء الله الخفافيش كانت مستنياهم. المهم ان النقطه اللي وصلوا لها دي في اعلى قمه الهرم من الداخل ما وصلهاش اكتر من حوالي 50 شخص في العصر الحديث كله. هتلاقوا حتى الاشخاص اللي صعدوا فوق كاتبين يعني اساميهم والتواريخ، هتلاقوا في مثلا في تاريخ 1911، في 1900 حاجه و30، في 1840، هم اشخاص معدودين اللي وصلوا للمكان ده. المهم ان زي حواس اخدوا كده عند نقش معين وشاور له عليه، وقال له ان هو ده خرطوش خوفو، اللي هو ترجمته يعني فريق اصدقاء خوفو، على اساس يعني ان احد الفرق اللي بنت الاهرام موقعه في الحته دي. اصلا في عصر بناة الاهرام ما كانش فيه كتابه او نقوش على المباني، يعني دي سمه عامه في عصر بناء الاهرامات كلها، ما عدا بس الغرفه الوحيده اللي في هرم منقورة اللي احنا شفناه من شويه اللي فيها زخرفه. غير كده هتلاقوا ان الاهرامات كلها ما فيهاش اي نقوش او كتابات. ثانيا شكل الكتابه دي رقيق، حتى ده مش طريقه الكتابه اللي بيكتب بيها المصريين القدماء. ثالثا لون الخط اصلا نفسه معمول بلون غير مألوف عن الالوان اللي بيستخدمها المصريين القدماء في النقش، دي حاجه معموله بوضع اليد ومعموله حتى بطريقه رديئه يعني. فاللي عايزه اكد عليه في الاخر ان حضارتنا الحضاره المصريه القديمه هي اعظم حضاره كانت على وجه الارض، هي الحضاره الوحيده الباقيه الى الان بالشكل اللي احنا شايفينه ده. حضارتنا هي اللي بناها المصريين القدماء اجدادنا اللي هم كانوا ملوك ومنهم انبياء وما كانوش فراعنه. حضارتنا اللي تم للأسف تجهيلنا وفصلنا عنها بشكل متعمد بيخدم مخططات خبيثة بنشوف أثارها دلوقتي قدامنا. آن الأوان إن احنا نعرف حقيقة تاريخنا، حقيقة حضارتنا، ونبقى مرتبطين بيها، وإن احنا نرجع تاني ليها كأننا بنمد جذورنا ليها تاني، ونعرف إن هما ما كانوش وثنيين وما كانوش مشركين ومتعددي الآلهة زي ما للأسف بيتم الترويج للكلام ده، وإن أجدادنا المصريين القدماء كانوا موحدين ولم يكونوا وثنيين، وكان عندهم صلاة وزكاة وصيام وحج زينا بالظبط، وان العلوم اللي عندهم دي كانت علوم انبياء، ان هما كانوا متصلين بالسماء وكان عندهم تقدم تكنولوجي احنا مش عارفين نوصله لحد دلوقتي، وان تاريخنا اتزيف واتحرف وتم دس معلومات مغلوطة علشان دي بس هي اللي توصل لنا، في حين ان علم المصريات ده هو العلم الوحيد اللي بيدرس على مستوى العالم كله. مفيش علم تاني بيدرس على مستوى العالم خاص بالاثار الا علم المصريات اللي هو الايجيبتولوجي. ده اكيد مش من فراغ. ليه هم كغرب مهتمين بالحضاره بتاعتنا وباثارنا بالشكل ده؟ مش حبا فينا ولا حبا في اثارنا ولا في تاريخنا، لا، ده لان هم عارفين كويس حقيقه تاريخنا ومش عايزيننا احنا نعرفه. كل الاحداث اللي دايره دلوقتي دي هدفها في الاخر هو الوصول لهنا، لكن مش هيقدروا باذن الله ان الارض دي محفوظه بحفظ من ربنا سبحانه وتعالى، واحنا كمان امناء عليها. آن الاوان ان احنا نرجع لتاريخنا ونشوفه على حقيقته غير الصور المغلوطه اللي اترسمت لنا عنه. وهختم بالجمله اللي قالها مدير منطقه هضبه الجيزه، قال اللي يبني الاهرامات ده يقدر يعمل اي حاجه.